السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني والله. أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم؟ وإن شاء الله أوعدكم والله العظيم الوعد ده إن شاء الله يعني أكون صادق فيه، لأن أحيانا بس والله جودة الفيديوهات بتبقى زي الفطار والله مش أكتر. فسامحوني وجزاكم الله كل خير على متابعتكم وتشجيعكم ومحبتكم لي، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. فأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا مع النبي الأمين في الفردوس، فإنه ولي ذلك والقدر عليه، اللهم أمين. سؤال: السجاير، شرب تدخين السجاير، هل هو حرام ولا مكروه ولا إيه دنيته بالظبط؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هكلمك فقال الله وقال الرسول، بس أنا هسألك سؤال. السجاير دي يوم الجامع في حق وفي باطل، مفيش في النص. السجاير دي هتكون مع الحق ولا مع الباطل؟ أحسنت، مع الباطل طبعا. اذهب فلقد أفتيت نفسك. تعال بقى، قال الله، ربنا قال لك إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. إيه ده؟ السجاير تهلكة؟ دي مش تهلكة، دي هتدمر، دي هتشنير، دي بتقتل الرئة، دي بتبوظ الصدر. اسأل دكتور في كده هيفيدك، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واسأل أهل الذكر اللي هو حد مثلي إن تعرفك ده حرام ولا حلال بعد ما تأكد من الدكتور إنها بتعمل إيه في جسمك. المهم، فدي مهلكة، وإنت جسدك ده أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة طبعا يا عم الشيخ. طب لما أمانة، أنت مؤتمني على مثلا فلوس، تمام، وأنا كل يوم آخد منها، يبقى أنا كده أمين؟ لا طبعا، يبقى أنا كده خائن للأمانة. والله المثل الأعلى، ربنا مديك جسدك عشان تعبده مش عشان تدمره. تعال، ربنا قالك إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واللي بيبيع الحقيقة دي سفيه، وانت بتديله فلوس ليه؟ ربنا قال لك ويحرم عليهم الخبائث، هذه من الخبائث. تعالى انت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك لا تزور قدمك ثابتة كده، مش هتحرك الى الجنة او الى النار حتى يسأل عن 4 أو عن 5. من الأسئلة دي: مالك؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ ماشي، اكتسبت من حلال، من عرق جبينك، من عرق جبينك، صرفتيه فين؟ وصرفته فين؟ البلوى والطامة الكبرى إن في نساء بتشيش وبتدخن، فالكلام الاتنين مش للرجل بس. تعالى، صرفته فين؟ صرفته يا رب أنا كنت بجيب مش عارف ب300 جنيه سجاير في الشهر، ولا 500 ولا 700 ولا 1000 ولا 2000 ولا 3. مش دي بيتك أولى بيها؟ جارك اللي بينام جعان ده أولى بيه؟ يا عم جارك حالته كويسة وأنت حالتك كويس، دينك أولى بيها، دينك أولى بالفلوس دي. فما تقوليش مكروهة، دي حرام شرعا، ولو حد أفتلك بدون ذلك فلا يفقه شيء. أيوة، ده ما يعرفش حاجة، ما هو إثبات قال الله قال الرسول. والطامة الكبرى بل المصيبة العظمى إنك ممكن تلاقي واحد بلغ 60 عاما، بس 60 عاما وبيدخن. يا راجل، يا ريت تقلها، ده انت خلاص على عتبة الموت، ده انت بتفنش، ده انت بتفيص خلاص، بتخلص هوالاجك. تعرف انك لو مت وانت مصر على التدخين، والله اعلى واعلم انت ميت على سوق تاني. ايه؟
زي ما سمعت كده. أنا عارف الصدمة كبيرة على قلبك وعلى قلبك. آه أنا عارف والله الصدمة جامدة، بس أنا مش جاي أغشكم ولا جاي أسولكم أسول لكم، أو جاي مثلا أراضيكم. لأ، أنا جاي أبين لكم الحقيقة اللي أنتوا غافلين عنها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف إثبات اللي أنا قلته من دقيقة، إنك مش هتدخل الجنة وعليك ذنب. ما ينفعش تدخل الجنة وعليك ذنب. طيب وأنت ميت مصر على الذنب ده؟ مصر يا حبيبي. تعالى خليك أقول لك صلى على النبي. انت هتقابلني يوم الجمعة الجاية، تمام؟ وانت بتعمل شيء ليا بيضايقني بيغيظني، تمام؟ يا ترى قبل ما تقابلني هتعتذر لي ولا هتتمادى؟ لا، هعتذر لك طبعا. احسنت، والله المسألة أعلى. انت كده هتقابله بعد سنة، بعد 2، بعد 10، بعد 20، بعد 60، بعد 90 هتقابله. يا ترى هتقابله وانت مصر على السجاير ولا وانت بتتوب منها؟ خد بالك، في فرق بين انك تصر وتجاهد. جاهد نفسك. بتدخن عندك 5 خليها 3، بتدخن 3 خليها 2، بتدخن 1 خليها كل يومين كده. دي اسمه مجاهدة. على الأقل إن شاء الله لو مت هتموت مجاهد. لو مت هتموت وانت مجاهد في سبيل الله، انك بتجاهد نفسك. أما تموت وانت مستسلم، مش هتدخل الجنة وعليك ذنب. يا راجل فوق عيب على سنك. ويا شاب فوق برضه عيب عليك. الموت ما بيستناش. الموت ما بيوقفش، لا كبير ولا صغير ولا تخين ولا رفيع ولا ري ولا امرأة. عيب. والمصيبة الكبرى التانية برضه ان انت للأسف تلاقي شاب أو حد يروح يجيب لزميله سجاير، يروح يعمل كذا، يسوي كذا، يديله ولعة. يا حبيبي، ما انت كل ذلك وزر على وزر. لو انت بتدخن فانت بتاخد وزر على وزر، لو انت مش بتدخن فانت بتاخد وزر. يا عم انت بتدخن، هات سجاير لنفسك، ما تخليش ابنك ولا زميلك ولا جارك. شيل وزنك انت وانت فوقي ايا كان. لو ابوك حتى، انا كان عندي صنايعي حبيبي في الله جدا كان شغال عندي وكان بيدخن. عافر وحاول بكل الطرق ان انا اجيب له سيجاره واحده، مش عارف. مرضتش. قلت له انت حبيبي ماشي، بس عندما حرم الله خد الامر. انت لا حبيبي ولا عرفك. عاوز تجيب انزل هاد من نفسك، حرام عليك. فبص، في حكاية الجنة والنار ما تعرفش ابوها. شفت لما تلاقي واحد كده فلوس بتاع بيحب الفلوس جدا، عند الفلوس يقولك ما اعرفش ابوها، كذلك انت عند الجنة ما تعرفش ابوك. خد بالك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد بالله عليك. خاف.